لو الفيديو ده وقع تحت ايديكي فانتي شخص من اتنين او بنت من اتنين، يا اما عندك مناسبة وعايزة تطولي ضوافرك في اطول فترة ممكنة، يا اما انتي من الناس اللي بتعاني من تكسير الضوافر وعايزة حل يخلي ضوافرك قوية وما تتكسرش بسرعة. والمناسبة انا لسه غاسلة مواعين وجاية علشان اقول لكم ان المنتج اللي انا هقول لكم عليه بجد بيفرق في الضوافر. وعايزاكي برضو مش بعد ما اقولك على المنتج تروحي تجري، لا انا عايزاكي تستني لحد النهاية عشان هقولك على شوية نصايح هيفرقوا في بياض ايدك وهيفرقوا في ترطيب ايدك لاطول فتره ممكنه. انا من الناس اللي كنت بعاني من جفاف واستخدمت منتجات كتيره، ومن ضمن المنتجات اللي انا استخدمتها قطره نيل 15. دي عباره عن لوشن. اللوشن ده انت بتحطيه على ضوافرك وبتنامي بيه بالليل، بتحطيه كده وبتفضلي انك ايه تدعكي كده على ضوافرك وبتسيبيه على ضوافرك لحد ما تصبحي الصبح كده وتغسليه وتقضي يومك عادي. انا عملت كده بس الموضوع ما جابش معايا اي نتائج وزعلت جدا جدا جدا. فقررت، او الموضوع حصل معايا بالصدفه، في يوم من الايام رايحه اجيب حاجه للترطيب يعني، فالراجل قال لي انا هديكي منتج كويس بيجمع ما بين الترطيب وما بين ان الضوافر تكون قويه. فانا سمعت ضوافر قويه فما صدقت بصراحه. قلت له طب هو ايه؟ قال لي هو منتج فازلين. فازلين مكتوب عليه هيلثي هاند وسترونج نيلز. يعني انت لما بتستخدمي المنتج ده انت بتضربي عصفورين بحجر، بترطبي ايدك وفي نفس الوقت بتقوي ضوافرك او بتخليها جامده جدا. فقلت له على ضمانتك يعني؟ قال لي والله على ضمانتي. لو تلاحظوا مكتوب عليه ضوافر اقوى 10 مرات خلال 2 ويكس. انا والله النتائج دي يا جماعه بانت في ظرف اسبوع واحد. يعني لو انت مستعجله وعايزه نتائج حلوه كده تخلي ايدك شكلها حلو، لان الضوافر وحوالين الضوافر برضو لما يكون نظيف كده ومفهوش اي وبره بيخلي منظر الضوافر حلو. فلو انت عايزه النتيجه دي انصحك بالمنتج ده. وعايزه اقول لكم برضو ان المنتج ده لفت نظري لحاجه مهمه جدا، هي ان المرطبات اللي هي بتكون كويسه او الغاليه او اللي هي تمنها فعلا بيبقى فيها، لو تلاحظوا القوام بتاعها لو انا حطيته على ايدي بيبقى قوام خفيف جدا. اوبس انا بوظت الدنيا ولا ايه؟ بيبقى قوام خفيف جدا وكمان الايد بتمتصه. بصوا يا جماعه، يعني انت مجرد ما بتفرديه بتلاقي الايد امتصته كمان، والطبقه اللي هي اللي بتبقى رطبه دي بتمتص بسرعه وبتختفي بسرعه، ولكن ايدك بتلاحظي بعد كده انها ناعمه. حتى من المضحك والله ان انا بعد ما استخدمت المنتج ده بقيت بلاحظ ان زمايلي البنات بعد ما بيسلموا عليا بلاقيهم مش عايزين يسيبوا ايدي من ايديهم. والله العظيم ما بضحك عليكم، بلاقيهم ايدي يعني بقيت ببقى مستغربه هم ليه يا جماعه مش عايزين يسيبوا ايدي. فدي من الحاجات المضحكه اللي حصلت لي وانا بجرب المنتج. وده منظر ايدي بعد الترطيب. انا ملاحظه انها ناعمه جدا جدا. والله يا جماعه انتوا لو معايا دلوقتي كنت خليتكم لمستوا ايدي عشان تشوفوا قد ايه هي ناعمه وطريه. دلوقتي انا هاجي لشويه تبسس بسيطه كده تخليكي تحافظي على ضوافرك لفتره اطول. التبسس دي اول تبس هي انك لازم تبردي ضوافرك، وعارفه ان دي ممكن نصيحه اي واحده فيكم تقول لي قديمه. هقولك لو هي قديمه فانا حابه اكد عليكي تاني ان هي نصيحه مهمه جدا جدا جدا، علشان ضوافرنا من طبيعتها انها بتبقى قويه من تحت وبتبقى فيها حتت ضعيفه من فوق. الحتت ديت بيبقى فيها فتحات كده، لو زادت بتلاقوا ان الضفر اتكسر واخد اللي في وشه كله معاه. فانت لازم تبردي ضوافرك اول باول علشان تبقى قويه. تاني نصيحه بنصحها لك هي انك ما تستخدميش اكليريك او ضوافر متركبه كتير على ايدك، علشان الضوافر دي بتشيل الطبقه اللي هي بتبقى بتلمع او الصحيه. تالت نصيحة برضو بنصحها لك هي انك تستخدمي اسيتون يكون من النوع اللي هو مناديل فيها اسيتون، ما يكونش اسيتون لوحده وانت بتجيبي له مناديل، علشان المناديل دي بتبقى نظيفة جدا وبيبقى فيها نسبة زيوت. بعد ما بتشيلي المانيكير من على ايدك بتلاحظي ان في طبقة زي الزيت كده بتبقى محطوطة او بتلمع الضوفر عندك، فبتخلي شكله حلو وصحي اكتر ومش هتتعبي. مش يعني الاسيتون هيبقى معاكي كده والمناديل موجودة في نفس الوقت. بتبقى نوعيات حلوة ممكن تلاقيها اغلى 5 جنيه شوية، بس بتبقى بجد وحقيقي يعني نظيفة، والموضوع ده عن تجربة. اخر نصيحة بنصحها لك اهتمي بايدك جدا. انت ايدك المفروض تكون ايد بنت، ما ينفعش انها تكون زي ايدين الرجالة. اهتمي انك تعملها سكراب وتشيلي منها الجلد الميت اول باول. الحاجات دي بتفرق جدا في الايد. ايدك مش هتتحسن من يوم وليلة، لازم اهتمام على طول بيها. مرتين في الاسبوع اعملي لها سكراب، وكل يوم بالمرطب خليه معاكي في شنطتك ما تشيليهوش.
وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو باذن الله عن السكراب اللي انا بستخدمه لايدي والماسكات، وماسكات اسعارها يعني تكاد لا تذكر، ومن البيت بعملها لايدي علشان تحافظ على ترطيبها. هبقى اعمل لكم باذن الله فيديوهات عن الموضوع ده، وهبقى اعمل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله عن السكين كير للبنات، عشان انا بهتم بالبنات قوي ومش بحبهم يعانوا نفس المعاناة اللي انا عانيتها، وبعتبرهم اخواتي. برضو لو انتوا عايزين نوعية دي من الفيديوهات ممكن تسيبولي كومنتات، ده هيشجعني اكتر ان انا اعملها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.